السلام عليكم. تصريح خطير من بيرسي تاو يكشف حقيقة انتقاله للزمالك، ويفاجأ الأهلي بتصريح تاريخي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد الفوز الأهلي برباعية على المقاولون العرب، ليقترب الأهلي من حسم لقب الدوري، ويتبقى له نقطة واحدة ليتوج رسميا بالدوري خلال مباراة سموحة. ويواصل الأهلي سلسلة انتصاراتها التي وصلت إلى 19 انتصارا متتاليا ليضرب جميع الأرقام القياسية. فقد أشارت بعض التقارير من داخل جنوب إفريقيا أن الزمالك يريد انتقال اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو إلى صفوفه. وسأل صحفي جنوب إفريقي في قناة سبورت 2 وسأل بيرسي تاو وقال له: هل ستذهب إلى الزمالك أم لا؟ فرد وقال: الزمالك بالفعل يريد انتقالي إليه، وعرض علي أموال أكثر مما أتحصل عليها في النادي الأهلي. وقال لوكيلي أنني سأقوم بحملة إعلانية سيكون دخلها لي لوحدي، بالإضافة إلى عدة مكافآت في العقد. ولكن أنا صراحة رفضت عرض الزمالك تماما، لأنني لا أريد اللعب في مصر سوى للنادي الأهلي فقط. فأنا أتيت من بلجيكا خصيصا لكي ألعب في النادي الأهلي، وفزت مع النادي الأهلي بالعديد من البطولات الإفريقية والمحلية، وشاركت في كأس العالم للأندية. فأنا حاليا أمر بفترة سيئة مع النادي الأهلي بسبب تعب ابن الصغير. فأنا لدي ابن ويعاني من مرض نادر، وهذا الذي يؤثر في نفسيتي كثيرا هذه الأيام، وجعل مستواي متذبذب إلى حد ما. وأرجو من كل جماهير النادي الأهلي أن تدعو لنجلي بالشفاء العاجل، ولا ألعب بشكل أساسي في الآونة الأخيرة، وهذا يؤثر على نفسيتي كثيرا، لأنني لا أريد أن أكون موظف، ولكن أحب أن أكون عنصرا فعالا في انتصارات النادي الأهلي. فالأهلي هو النادي الوحيد داخل قارة إفريقيا الذي أتمنى الاستمرار في صفوفه، على عكس الزمالك الذي فيه اضطرابات كثيرة سواء مادية أو فنية. فمن الجنون أن ترحل عن النادي الأهلي وتذهب إلى الغريم الأقل فنيا وماديا. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.